السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا بس طالعه اتكلم عن سيزون المدارس. والله انا مصدومه بجد، مش مصدقه السحله اللي اولياء الامور بقوا فيها ومضطرين يشتركوا في المهزله دي. في اللي داخل بمزاجه وفي اللي مضطر وفي اللي مش حاسس انه داخل. اللي هو انا ذهلت لما عرفت ان شنط المدرسه بقى في منها ماركات ومقاسات، وجروبات الماميز بجد بيطلبوا نصايح في انواع الشنط والمقاسات المناسبه. ده غير بقى ان كل حاجه في المدرسه بقى ليها صندوق. الاكل بقى ليه لانش بوكس، واللانش بوكس بقى ليه شنطه. امال هيسيبوه يستهوى كده؟ الناس تاكل وشنا. جبنا له لانش باج ومعرفش كمان كام سنه هيحط اللانش باج بايه. بيفكروني باللعبه بتاعت زمان اللي هي بيضه جواها بيضه جواها بيضه. فاكرينها يا جيل الطيبين العظماء؟ فاكرين لما كان اخر التجار في الضحك على المستهلك جومة بالاشكال والروائح وستيكر لبسي باربي وبرايه بصندوق كده عشان البري ما يقعش بره؟ اهو دي الحاجه الوحيده عندنا اللي كانت بصندوق. استنى، احنا لسه ما خلصناش الصناديق. نرجع بقى لصندوق الموزه. امال فاكرين ايه؟ الموزه تتعفص في الشنطه يعني؟ يا اختي ما تاكليها لحماده لما يرجع البيت، يعني حبكت خلاص ونطلع في اختراعات نتسحل فيها ماديا ومعنويا بعد كده والله. والفلاسك بقى اشكال والوان. اما البنسل كيس بقى ما اقولكيش، انا والله ما كنتش اعرف غير الكيس، بس يلا الحمد لله. وكل سيزون يطلع بوجع قلب وطلبات مرهقة للأم والأب. الفكرة ان الأب مش عايز ولاده أقل من حد، والأم حابة تجاري اللي حواليها، وأولادها ما يقلوش عن حد، والأولاد عايزين يبقوا شبه أصحابهم. فنصيحتي بجد للأم، أسفة إني هاجي عليكي المرة دي، بس عدلة الكفة عندك المرة دي. أولا في 3 حاجات لازم تعمليها. الأولى إنك تعرفي وتقتنعي إنك مش لازم تمشي ورا التيار وخلاص، ولازم تفرملي نفسك وما تخليش الترندات والجديدة تاخدك وانتي مش حاسة بنفسك. واقنعي نفسك إننا مفروض نشتري الحاجات اللي احنا فعليا عايزينها ومحتاجينها وبس. ولما تكوني من جواكي فعلا مقتنعة بكده هينعكس على الأولاد. ودي بقى الحاجة التانية، اقنعي أولادك بنفس الموضوع وزرعي فيهم ان احنا بنشتري اللي محتاجينه، وعشان ما تحسسهمش او ما تحسيش انك حرماهم من حاجة، دلعيهم بما هو متاح. يعني خليهم يختاروا شكل المقلمة اللي هم عايزينها او شكل ازازة المية، حاجات ضرورية وفعلا محتاجينها. نيجي لتالت نقطة وهي الاب. اوعي تكوني عبء عليه، واوعي تضغطي عليه عشان تشتري الاولاد شنطة بالشيء الفلاني. حرام، هما بيبقى حقيقي طالع عينيهم نفسهم يخلوا اولادهم زي اي طفل. فما تخليش المجتمع يجركم لتعب انتم في غنى عنه. كان لازم اتكلم عشان نفوق بقى ونبدأ بنفسنا، عشان المهزلة دي صعب يتسكت عليها حقيقي. ودمتم بكل خير وسنة دراسية سعيدة عليكم ان شاء الله. مع السلامة.